ذكرنا بداية الاستوديو أن المباراة معقدة، مباراة صعبة جدا، تلعب على الجزئيات وتلعب لين الدقائق الأخيرة. وصح شفنا أنه وصلت إلى 120 دقيقة، أوقات إضافية، حلول جات أخيرا من فرديات. بلبينا عمل رائع، الجهة اليسرى يحاور اللاعب، ثم تسديدة أكثر من رائعة يهز بها الشباك. بلبينا يمكن قبل كأس العرب كان خارج حسابات كأس أفريقيا، صحيح، تألق في كأس العرب والآن سبحان الله يسجل أهم هدف في البطولة. نعم، اللي تألق في كأس العرب واللي فتحت له باب التواجد في كأس إفريقيا، استغل فرصته حتى ولو بضع دقائق في كأس إفريقيا، استغل فرصته حتى ولو بضع دقائق، لكن هذا هو المهاجم الحقيقي، المهاجم المهاري، لازم يستغل فرصته. مباراة على العموم كانت مميزة من كل العناصر، من الخطوط الثلاثة، يا إما هجوميا خلق عدة فرص خاصة في الشوط الثاني، دفاعيا صلابة دفاعية موجودة، غلق مساحات في وسط الميدان، عامل كبير خاصة من بوداوي. أنا الميزة الرائعة اللي تكلمت عليها بداية استوديو يا محمد، هل التغير في المراكز للاعبين ومرونة المدرب. صح كان فيه تغييرين اضطراريين وصح التعبير، نوري يا إما على اللياقة يا إما إصابة، ومن ثم تغيير إدخال بالعيد كمدافع محوري وإقحام بن سبعيني وإعادته إلى مركزه الأصلي اللي هو ظهير أيسر. بس هو في الشوط الثاني عاد المنطق وعاد تقريبا كل لاعب لمركزه المفضل. صحيح، بن ناصر تغييره بعبد الله دخول رائع في المباراة، أيضا بالعيد. يعني العناصر اللي دخلت في المباراة أعطت الأفضلية، وصلت في نفس المسار اللعب والنسق المباراة خاصة. خلينا نشوف فرحة نجوم الجزائر بقيادة على ما يبدو بغداد بنجاح. نتابع. ثبت وفي نهاية المطاف جازف ببولبينا في 6 دقائق الأخيرة، وأخرج هذا اللاعب يعني هو اللي كان حلال عقدة المباراة اليوم، وهدف يعني مهم جدا معنويا لبولبينا ومهم للجزائر. ولكن حقيقة الأمر نستحق، كنا الطرف الأفضل يعني في كل الجهات من بداية المباراة تقريبا حتى في الأوقات الإضافية. بيتكوفيتش كان صاحي طوال المباراة كابتن، تشعر بأنه لكل سيناريو لكل ظروف كان جاهز بردة فعل سريعة. هو مقسم المباراة محمد، هو خد الريسك فين؟ في الشوط الرابع الإضافي في آخر 10 دقايق. أنا عايز أشوف الجول يا كابتن محمد شارك فيه كل اللعيبة اللي اتغيرهم، بيتكوفيتش، حاج موسى، عبد الله، زروقي، بلبوين. التغييرات اللي عملهم هم أصحاب التمريرات اللي قبل الجول، وبعدين الجول ينم على ان جانب بدني من الاول خالص، ده الضغط السريع واسترجاع الكره والتحول السريع ومهاره كبيره. فينش عالمي ما شاء الله. وش رجله يا كابتن محمد، وش رجله مش بطن رجله. كل اللعيبه من بدايه الهدف معمول صح زي ما بيقول الكتاب، قطعه تحول سريع جت للحاج موسى راح. هذه اصلا كرته المفضله بالبينه. أيوه. اتذكر بالذات مباراته مع تحيل امام الاتحاد السعودي في تشامبيونز ليج اسيا سجل نفس الطريقه. ايوه بص يا كابتن محمد، الكره جت مع الكونغو قطعوها ماشي، اتقطعت اتلعبت بالراحه خالص، طلع الكوره الحاج موسى راح نازل ولعبها في نص الملعب، ضرب 2-3 لعيبه، وبعد كده عبد الله لزروقي بديل. ايوه وفي المساحه، وده طبعا عنده المهاره، راح واخد بيساكا لجوه وبوش رجله، فجول حلو، جول ملعوب، جول سيناريو حلو ويليق بالاداء الكبير الموجود بيه المنتخب الجزائري. عجبني الروح، عجبني الجانب البدني يا محمد، من اول دقيقه لاخر دقيقه اللعيبه بتجري ما بطلتش جري، فاعتقد ان ده سيناريو حلو وهدف حلو وهدف جماعي ملعوب للمنتخب الجزائري. هدف الدكه ايوه تقريبا 4 لاعبين، وتكلمنا بدايه الاستوديو عن الدكه في بعض الاحيان هي صناعه الفارق، واليوم الدكه هي اللي صنعت الفارق.
عندما يكون عندك تعداد بشري في بطولات أحيانا تصنع الفارق، واليوم الدكة هي اللي صنعت الفارق. عندما يكون عندك تعداد بشري في بطولات مجمعة مثل هذه تحتاج إلى كل اللاعبين. سعود، للحديث عن أبرز ما جاء في هذه المباراة